السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي في الله، مفيش شك طبعا إن في طرق كتير تعلم تكنولوجيا المعلومات، ولكن أنا عندي ليكم طريقة شرح سهلة جدا ومبسطة جدا. النهاردة هناخد كيفية إنشاء كلمة مرور أو باسورد أو كلمة سر، وذلك لجهاز لابتوب أو جهاز كمبيوتر. نخش على طول في الشرح. ندخل أولا على كنترول بانل اللي هي لوحة التحكم، بعد كده نخش على يوزر أكونتس اللي هي حسابات المستخدمين. وطبعا كلمة المرور يا شباب هي عباره عن كلمه او عباره انا بستخدمها علشان خاطر ادخل في مكان معين، وليكن مثلا جهاز الكتروني. بعد ما اخش على اليوزر اكونتس اخش على مانج انذر اكونت، يعني اداره حساب. بعد كده بختار الحساب اللي انا عايز اعمل له باسورد او كلمه مرور. وبعد كده بختار كرييت باسورد، يعني انشاء كلمه مرور. طبعا انا بكتب كلمه المرور عادي خالص. تمام. وبعد كده بكتب بعد ما باكدها بكتب الباسورد هنت، يعني عباره عن كلمه او حاجه بتفكرني بكلمه المرور اللي انا انشاتها. تمام. طبعا مفيش شك يا شباب ان كلمه المرور دي تعتبر اكثر الاشكال انا متعود ان انا استخدمها في تامين الاجهزه، ولكنها طبعا اكثر الطرق ضعفا نظرا لايه كلمات المرور اللي معد استخدامها او كلمات المرور الضعيفه. عشان اتغلب على كلمات المرور الضعيفه ممكن ان انا استخدم كلمات مرور اقوى او كلمات مرور فريده وغير مكرره. تمام. وده لكل جهاز الكتروني انا بستخدمه، يعني ما ينفعش ان انا استخدم باسورد لكل حاجه. طبعا ممكن برضو ان انا اغير كلمه المرور اغيرها باستمرار من خلال تشينج ذا باسورد، او ان انا احدثها باستمرار. وبكده خلصنا، احنا كده خلصنا درسنا. ما تنساناش بدعم وشير ولايك الفيديو. شكرا يا شباب، اشوفكم ان شاء الله في مره. السلام ورحمه الله وبركاته.